وهي مو جديدة عليكم. الحقيقة بالبداية أحب أشكر كل من دعم سعد عبد الأمير، كل من وقف مع سعد عبد الأمير خلال هذه الفترة أو الفترة السابقة، مدربين، جمهور، أساتذة، الكل حقيقة. كذلك أشكر السيد الكابتن كاساس على ثقته في هاي المرحلة، خصوصا تنتظرنا مباراتين صعبة ومهمة تنقلنا النقلة النوعية الحقيقة، خصوصا تلعب أرض المباراة الأولى، تلعب بين أرضك وبين جماهيرك مع الفريق الحقيقة. يعني خاصة بالسنوات السنتين اللي مضت، يعني من الفرق اللي متطورة، من الفرق اللي تمشي خطواتها للأمام. هذا ما يمنع أنه إحنا فريق الحمد لله على أتم الجاهزية، من لاعبين، من كادر، من الكل. اليوم مثل ما تعرف يمكن راح أول وحدة تدريبية نخوضها مع المدرب، فإن شاء الله يا رب يكون التحضير نفسي وذهني ومعنوي للكل، بحيث نطلع في نتيجة إيجابية ترضينا إحنا كلاعبين وترضي الشارع اللي منتظرنا فارق الصبر هالمباراتين المهمة إن شاء الله. سعد جهود جبارة الفترة السابقة، مسيرات كبيرة، كثير إشادات جتك، بالتالي ترجمت اليوم كنت واقف على قامة المقصود. أعتقد أنها راح تشكلك نوعا ما ضغط نفسي، خصوصا أنه مجبر أنت تقدم أداء أو ترد على الناس اللي تحتك، اللي وقفت وياك، اللي كانت تحتك فترة ساعة. بالحقيقة شكرك على هذا السؤال وشكرا جزيلا لك. يعني الحمد لله والشكر، دائما الشيء الفردي يعني ما يخليك أو يقدمك للأمام. الجماعة دائما هو اللي ينجحك وينجح المجموعة. المستويات اللي قدمتها إذا ما تترجم